السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم عاملين إيه؟ أهلًا بيكم في فيديو جديد. طبعًا بعد ما نزّلت فيديو إزاي أراجع الفيزيا أو إزاي تراجعوا الفيزيا، كان في إقبال كبير جدًا على الكيميا، ومن غير ما تقولوا أصلًا أنا كنت عارفة إن أنتم أكيد هتطلبوها، لإن زي ما قُلت قبل كده إن الكيميا كانت من أكتر المواد اللي كنت ذاكرتها كتير وحليت فيها كتير، وكانت من أكتر المواد اللي كنت باغلط فيها، يعني هي محتاجة أصلًا طبيعتها إن هي محتاجة مجهود مضاعف جدًا، جدًا، جدًا. ولمّا قعدت على فكرة مع أصحابي كمان في الكلية لقيتهم برضه نفس الموضوع ده، كان أكتر المواد اللي كانوا بيذاكروها كانت الكيميا. هي فعلًا بتحتاج مجهود كبير جدًا، إن كل شامل أصلًا كل امتحان شامل كان أفكاره بتبقى غير الشامل اللي قبله، وأخطائه كانت بتبقى غير أخطاء اللي قبله. ففعلًا هي يعني بتحتاج مجهود عن الفيزيا كمان، فعلًا بتحتاج مجهود عن الفيزيا. ولكن مبدئيًا عايزة أشكركم جدًا على كل كلامكم الجميل، بجد شكرًا ليكم جدًا، ونسأل ربنا سبحانه وتعالى دايمًا إنه يستخدمنا وإنه ينفع بينا. وما تنسوش تعملوا join لقناة التليجرام، هاسيبها لكم في أول comment مثبت على اليوتيوب. بجد شكرًا ليكم فعلًا. ويالّا بينا. هنتكلم إن شاء الله عن إزاي أراجع الكيميا وأحل كتب إيه، وإزاي أستغل المفاهيم استغلال صحيح، وكنت راجعت على الأبواب إمتى وحليت شامل قد إيه، وكمان الامتحان بتاعنا كان عامل إزاي وهل وقته كان كافي والكلام ده كله. بس قبل ما نبدأ في الكيميا فعلًا عايزة أقول لكم على حاجة مهمة أوي، عايزة أقول لكم تصوروا كتير جدًا، وعاوزة أقول لكم ما تضيعوش وقتكم في خوف أو في قلق أو في توتر، وما تضيعوش عمركم بصفة عامة في قلق أو في توتر أبدًا. حرفيًا كل حاجة بتحصل لي في حياتي بتبين لي روعة وجمال تدابير ربنا سبحانه وتعالى. إنك تبدأ متأخر أحسن من إنك تبدأش خالص، إنك تخلّص متأخر أحسن من إنك تخلّصش خالص، وبعد ما بتخلّص المرحلة اللي أنت فيها تكتشف فعلًا حكمة ربنا في كل حاجة بتحصل لك في حياتك. ففعلًا تدابير ربنا هي يعني أجمل حاجة ممكن تحصل، يعني أمّا تقعد بس كده تفكّر مع نفسك عن كل المواقف اللي بتحصل لك في حياتك، هتلاقي إن فعلًا ربنا بينجّينا في حاجات كتيرة جدًا ومواقف كتيرة جدًا. كده رزقك موجود، وكده نصيبك موجود. كل اللي عليك إنك بس تاخد بالأسباب وما تشيلش هَم أي حاجة أبدًا. حرفيًا من أكتر الحاجات اللي اتعلمتها الفترة الأخيرة وإن أنا أترك زمام الأمور لله. سيب كل حاجة كده ربنا. خُد بس بالأسباب واعمل اللي عليك وما لكش دعوة بأي نتيجة نهائيًا. قُل لنفسك دايمًا إيه المشكلة أمّا أتعب شوية، إيه المشكلة أمّا أذاكر شوية، أنا كده مش هابخل على نفسي بمجهود. أنا طالما إن أنا فيّا القدرة إن أنا أذاكر وفيّا القدرة إن أنا أتعب كمان، فيّا القدرة إن أنا أحل كمان وإن أنا أجتهد كمان وإن أنا أتعب كمان، أنا مش هابخل على نفسي بالمجهود ده، وأكيد هاقدّمه لنفسي مقابل حاجة أنا فعلًا عاوزة أوصل لها في النهاية. ومهما كان بقى اللي هيحصل بعد كده أنا ما ليش فيه، أنا عملت اللي عليَّ وبس. دول كان كلام بجد مهم وفرق معايا جدًا، إن شاء الله يفرق معاكم، ويالّا بينا بقى عشان الكيميا إيه، مستنيانا. عندكم في الكيميا 5 أبواب، العناصر الانتقالية والتحليل والاتزان والكهربية والعضوية، وإن شاء الله أكون قُلتهم صح يعني. طبعًا لو أنتم ماشيين في المنهج بالترتيب اللي هو بترتيب الكتاب عادي وخلاص خلصت العضوية، ابدأ مراجعة من العضوية وأنت نازل لتحت. طيب أنا ما كنتش ماشي في المنهج بالترتيب، وكنت خدت في العضوية في الأول وقعدنا نلعب كده شوية في المنهج. ابدأ مراجعة من الحاجة اللي أنت لسه خلصان منها دلوقتي، علشان يعني بدل ما تسيبها وتركنها، لأ ابدأ بيها الأول. ابدأ بيها وخلّصها وذاكرها بضمير جدًا، وبعد كده حِل على الباب بتاعها وخلاص قفّلت الباب ده. ومثلًا لو أنت مخلّص من عند العضوية، امسك العضوية وانزل لتحت، أو لو أنت مثلًا عايز تذاكر العضوية بعد كده تاخد الباب الأول من تاني، ما فيش مشكلة. المهم يا جماعة الخلاصة إن الحاجة اللي أنت لسه مخلّصها حاليًا ابدأ بيها مراجعة بحيث إنها تكون لسه refresh في دماغك. وحتى لو أنتم لسه مخلصين المنهج مثلًا وأنتم لسه في العضوية، كان عندي صحابي كانوا بيراجعوا وهُم لسه في العضوية، كانوا بيراجعوا وهُم كانوا لسه بياخدوا جديد. أنا كنت عملت كده في الفيزيا وقُلت الكلام ده برضه قبل كده. فلو أنتم عايزين تعملوا كده ما فيش مشكلة. المهم بس الحاجة اللي أنت لسه خلصان منها ابدأ منها مراجعة. مبدئيًا بس أنا كنت بادئة مراجعة في رمضان، وقُلت الكلام ده في فيديو بتاع المذاكرة في رمضان، إن أنا كنت بدأت المراجعات بتاعتي في رمضان. طيب نظام المراجعة هيكون ماشي إزاي بقى؟ أنت تجيب الباب بتاعك اللي أنت عايز تذاكره، تلقي عليه نظرة كده من الكتاب بتاعك أو الملخص اللي معاك. الكتاب بتاعك اللي هو معايا اللي أنا كنت باذاكر بيه من أول السنة، اللي أنت بتذاكر بيه راجع بيه، اللي أنت بتذاكر بيه يا جماعة راجعوا بيه عادي جدًا، عشان بس إيه تكون تعمل refresh لدماغك. فتجيب الباب وتقرأ الباب كويس جدًا، أو حاول تقرأه بس بحيث إن أنت تكون عارف اللي فيه إيه، ويكون عندك كده في دماغك حاجات ظاهرة، يعني كان في حاجات لسه فاكرها يعني. فتقرأ الباب كويس أوي من الكتاب بتاعك، وبعد كده تتفرج على فيديوهات مستر خالد صقر. أنا كنت باتفرج عليه في المراجعة وحقيقي كان كويس جدًا وبجد حلو أوي يعني. ويا جماعة بجد معلومة هنا مهمة، اتفرجوا على الفيديوهات اللي نازلة على قناة الشخص نفسه، على قناة المستر نفسه. اتفرجوا على الفيديوهات بتاعته. لو لقيتوا أي فيديوز موجودة على قناة حد تاني اللي هي بتبقى الفيديوهات المسروقة دي حرام. أنا كنت وقعت في الغلط ده قبل كده في مادة الجيولوجيا، وحقيقي ما كنتش أعرف، يعني أنا أصلًا ما كانش في بالي، يعني ما كانش في بالي إن حرام أو لأ، ما خدتش بالي خالص وما كنتش مركزة وتحس إن أنا ما كنتش في وعي كده أصلًا. فبجد ما خدتش بالي وحرام، وعرفت بعد كده إنها حرام، لسه عارفة أصلًا قريب يعني. وحقيقي ندمت جدًا يعني وكده. فبجد ما تعملوش في نفسكم كده، وأصلًا الاشتراك بيكون أرخص من الدرس بتاعك، بيكون الاشتراك أصلًا أونلاين بيكون أرخص من الدرس العادي اللي هو في السنتر. فما تعملوش كده خالص. اتفرجوا على الفيديوهات اللي بتبقى نازلة على قناة الشخص نفسه. مستر خالد صقر أصلًا بينزّل مراجعات عليه على اليوتيوب، ما فيش مشكلة خالص.
ولما تيجي المراجعه ممكن تشتركوا معاه، اشتركوا معاه. المراجعه اعتمادك الكلي هيبقى اونلاين اصلا. المراجعه بجد الاونلاين بتبقى حاجه جامده يعني. طيب خلاص، دلوقتي قرأت الباب كويس وبعد كده اتفرجت على الفيديو، تكون فايق ومركز ومتفرج على الفيديو. ما تنامش وانت بتتفرج على الفيديو، ارجوكم ما تناموش، وتكون فايق كده ومركز والكتاب قدامك، وتكون مصحصح عشان يسهل عليك المذاكره. لازم يا جماعه كل وقت في حياتكم تستغلوه عشان يسهل عليك المذاكره، تكون فايق ومصحصح كده ومركز وبتسمع الفيديو كويس قوي. طيب وما تسمعوش الفيديو اول ما تكونوا صاحيين من النوم، لان انتوا هتناموا جنبه على طول. ما تعملوش كده، قلت الكلام ده كتير والله. فتمام خلاص، سمعت الفيديو كنت مصحصح فعلا ومركز وفايق، ذاكر الباب بقى كويس جدا. طب دلوقتي سمعت الفيديو كنت فايق كده ومركز، دلوقتي اجي وقت مذاكره الباب كويس. هتذاكر بقى الباب ازاي؟ هل اذاكره حفظ اللي هو حفظ عن ظهر قلب وحفظ صم؟ لا خالص. مفاهيم الكيمياء كانت من اروع المفاهيم بصراحه، مفاهيم جامده جدا وحلوه جدا، هي بتغنيك عن كل حاجه. دلوقتي اللي عليك انك تطبع مفاهيم الكيمياء، تشوفها على جوجل، تنزلها. المكتبات اصلا كانت بتنزلها، المكتبه بتاعت المكتبه اللي عندنا يعني كانت بتنزلها عادي. روح اتصرف واطبعوا المفاهيم بتاع الكيمياء، مفاهيم كل المواد بقى، وانت بتراجع على الابواب. وانت بتيجي تحل يعني، ذاكروا، حلوا مع المفاهيم يعني، خلي المفاهيم قدامك وحل منها وتعود عليها واحفظ كل حاجه فيها. لان فعلا مفاهيم الكيمياء كانت من اروع المفاهيم اللي كانت موجوده بصراحه. ما كانش فيها بس غير جزء الالومنيوم مع السلفر، في درس انا مش فاكراه، هي دي بس الحاجه اللي ما كانتش موجوده. بقول لكم عليها ان شاء الله لما افتكرها يعني، اذا افتكرتها يعني. فالمهم يا جماعه مفاهيم الكيمياء كانت كويسه جدا. فعليك انك تذاكر الباب بحيث انك تكون عارف المعلومات اللي فيه، ما تهملش برده وما تكروتش المذاكره. بجد الكيمياء محتاجه شخص فاهم جدا جدا جدا. يعني اسئله الكيمياء بتجيلك ازاي تستخدم المعلومه مش ازاي تستخرجها، والمفاهيم الحلوه دي بتيجي فوق دماغك في الاخر في اسئله الكيمياء. فيعني ايه، محتاجين برضو تذاكرها كويس جدا. ولو اول مره تراجع على الباب عادي جدا انه ياخد منك وقت طويل جدا، يعني هياخد منك وقت طويل عادي ولا تقلق خالص. المهم بس انك تذاكره كويس جدا، وانك تكون ملم بكل المعلومات، وبرده ما يكونش اعتمادك الكلي على المفاهيم. لازم تكون دماغك مربطه المعلومات ببعض. قلنا هو بيجي ازاي تستخدم المعلومه وازاي تكون فاهم كويس قوي والمعلومات تكون حاضره في دماغك. وزي ما بقول على طول ان طبيعي يكون في ثغور عندك في المنهج، اكيد مش بتحب الكتاب كله او المنهج كله زي بعضه، في ثغور عندك في المنهج ده مش بتحبها. ده مش وقت حب بقى وكره، ده وقت معناها ان انت تذاكر كويس. يعني الجزء اللي انت مش بتحبه ده تراجع عليه اكتر وتذاكره اكتر وتضغط عليه اكتر في المراجعه عشان تضمنه، وفعلا تكون مستريح ليه كده نفسيا يعني. فيا جماعه مش وقت حب او كره، مش معنى ان الحته دي ما بحبهاش خلاص مش ههتم بيها. ده معناه ان انت بس تضغط عليها اكتر في المراجعه. وعادي مش كله بيحب المنهج كله زي بعض، في حاجات تبقى انت بتقع منك كده، لمها انت بقى. هندخل بقى في مرحله الحل. انا كنت عملت ايه؟ انا كان معايا كتاب مندليف، انا كنت جبت كتاب مندليف في الاول. وكان على فكره كتاب كبير جدا، وكتاب مندليف اصلا كبير جدا. ولكن في الاخر خالص لما كنت جبت البوكليتات بتاع كتاب الامتحان وحليتها، كنت حبيت شامل كتاب الامتحان جدا، كنت حبيت البوكليتات جدا يعني فوق ما تتخيلوا. كنت حاسه فعلا ان دي كانت اقرب اسئله للامتحان اخر السنه، واقرب يعني اقرب صياغه سؤال، اقرب صياغه سؤال ممكنه. كان اخر السنه ممكن يجيب الافكار بس ما بيجيبش نفس صياغه السؤال، بيغير في صياغه السؤال جدا، لكن الافكار بتبقى قريبه جدا من الحاجات اللي انت بتحلها عادي جدا. يعني محتاج بس حد هنتكلم في النقطه دي في اخر الفيديو. المهم دلوقتي انا كنت جبت كتاب مندليف، كنت حليت عليه الابواب. وانت بتحل كتاب مندليف على الابواب هتحس انها افكارها عاليه شويه وهتكون تقيله عليك، عادي ولا تقلق، كمل وحاول برضو انك ايه تحل وتكون فاهم الدرس بس كويس جدا، وحاول انك تحل فيه كويس. انا كنت حليت الابواب من كتاب مندليف، وكمان كنت جبت كتاب الامتحان وحليت فيه الشامل كله، يعني كل بوكليتات كتاب الامتحان كنت حليتها، ومندليف كل الابواب كنت حليت فيه، وكمان مندليف في الاسئله البوكليتات اللي عليها 50 سؤال كلها كنت حليتها. فانا مش عارفه انا حليت قد ايه بصراحه، بس اللي انا قلت لكم دول هم دول اللي انا حليتهم. فبجد كان كتاب مندليف وكتاب الامتحان هما الاثنين كانوا اقرب حاجه، وكنت حبيت زي ما قلت شامل كتاب الامتحان جدا يعني. هنحل بقى ازاي واسلوب الحل كنت قلت في فيديو بتاع الفيزياء ازاي نحله كده، امشوا على الاسلوب ده في كل المواد. وانا مش عايزه اعيده تاني عشان بس وقتكم ووقت الفيديو. فشوفوا الحته دي في فيديو الفيزياء يعني، وانتوا اكيد خلاص عرفتوها. فاسلوب الحل امشوا عليه نفس الكونسيبت ده بالظبط، وكمان تسمعوا فيديوهات الحل ولا لا برضو زي ما قلت في فيديو الفيزياء امشوا عليها في كل المواد. حاولوا تخلصوا ابواب الكيمياء سريعا سريعا، لان فعلا شامل الكيمياء اللي هي البوكليتات بتاخد منك مجهود كبير، وبتحتاج انك تحلها كل يوم حرفيا كل يوم. مش حاجه اسمها يوم ويوم، كل يوم هتحل كيمياء. انا كنت كل يوم اول ما بصحى على حسب بقى ما صحيت امتى، كنت كل يوم اول ما بصحى لازم احل بوكلت كيمياء، لازم 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 حرفيا في المراجعات النهائيه خلاص، لو كنا خلاص خلصت كل الابواب في كل المواد، كان لازم كل يوم كيمياء، بوكلت كيمياء، ومن بوكلت لاثنين. ايام كمان نادرا كنت بحل بوكلتين كيمياء مش بوكلت واحد، وبرده كانوا بيطلعوا غلط. ما تفهمش في ايه. فكان كل يوم كنت بحل كيمياء، وكانت كل يوم برده كنت بغلط. اول كده ابدا دي يعني. كنت الفيزياء كنت اسيبها مثلا يوم ويوم، او كنت احل الفيزياء في اخر اليوم بحيث ان يكون تركيزي قليل مفيش مشكله، كنت كويسه فيها. لكن الكيمياء لازم يكون تركيزك صح جدا، ولازم تكون فايق. وقلت الكلام ده افتكرتها مثلا مشكلتي لوحدي طلعت مشكله كل الناس يعني. كل الناس كل اللي قابلتهم قالوا ان فعلا الكيمياء كانت بتحتاج
انك تحلها كتير. انت ممكن ما تغلطش عادي، ممكن تقفل عادي، ولكن انت لازم تحل منها كل يوم بحيث انت تتعرض على كل الافكار، لان فعلا امتحان اخر السنه محتاج شخص بيحل متعرض لافكار كتير. فانت لازم تخلص الابواب سريعا سريعا بحيث انك تحل كل يوم زي ما قلت. وقلت انا حليت كتير اهو زي ما قلت. يعني وصلنا لاخر فقره معانا واخر سؤال معانا، وهو امتحاننا كان عامل ازاي. بصوا يا جماعه، انا عايزه اقول لكم ان انا ما حليتش ولا امتحان صح في حياتي غير امتحان اخر السنه. يعني كل اللي فات دي محاولات، انا مش هقول عليها محاولات فاشله، هي محاولات تقودك للنجاح الحقيقي، النجاح اللي يهمك كانسان. هو امتحان اخر السنه من الاخر كده يا جماعه. فمن الاخر ما تيأسوش جدا مهما حليته غلط، مهما جبت غلط، مهما عملته. بس بس انك تستمر وانك تعرض نفسك لافكار كتير. الامتحان كان محتاج شخص بيحل كتير وشخص فاهم بيعرف ازاي يستخدم المعلومه اللي فهمها. الفهم عندك الاونلاين، عندك المراجعات الاونلاين، وعندك كل حاجه اونلاين ويوتيوب، تقدر تفهم منه كويس جدا جدا جدا. طيب الحل دي مسؤوليه حضرتك انك تحل فيها كتير. يبقى كده الامتحان عايز الحاجتين دول، والحاجتين دول متوفروا لك. كل اللي عليك يا جماعه، هو بجد في ايه يعني؟ كل الناس عماله تضرب صواريخ من امبارح، هو ايه اللي حصل؟ انا مش عارفه، من امبارح في صواريخ عماله تتضرب. المهم كل اللي عليك انك ايه، انك ايه، كل اللي عليك انك تفهم وتحل كتير زي ما احنا قلنا. وبس كده وصلنا اخر فيديو بتاع النهارده. اتمنى تكونوا عرفتوا ازاي نراجع الكيمياء، واتمنى تكونوا اطمنتم فعلا ان اللي بتمروا بيه طبيعي ومرينا بيه كلنا. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، اعملوا لايك للفيديو. اللايك ده يا جماعه هو كليك بس واحد، وان كليك، ونعمل لايك للفيديو ونعمل اشتراك في القناه لو لسه ما اشتركناش في القناه، وسيبوا لنا كومنت. اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. باي باي.